ايضا يا شباب وصلنا اليوكن هذا ما شاء الله تبارك الله، برضو بنشتغل الارضية كاملة مع الجنوط، بس في البداية بنسوي له ترميل الارضية كاملة ونصنفرها كاملة. نشوف زي ما تشوفون حالتها جدا سيئة، فبنرمل ونشيل البويات القديمة، نرجع نرش وننكل الصواميل رجعها بإذن الله نفس الوكالة. أيضا بنسوي له بإذن الله جلش كامل. عندنا برضو الجنوط فيها مشكلة انها ما هي بصافية، لو تلاحظون البهتان جدا ما هو بصافي، لكن سوينا تست على جنط هنا، سوينا تست بس تقشير بدون جلي بدون تلميع بدون شيء، بس تقشير. شوفوا الفرق ما شاء الله تبارك الله بين هذا وهذا، وبرضه شوفوا الفرق هنا، شوفوا الفرق هنا هي كيف ما في ولا صفاوة، لكن هنا بعد التقشير بس بدون تلميع لاحظون